ابويا جه معايا من مصر لسلطنة عمان بالطيارة، وبعد كده ابويا سابني في سلطنة عمان، كملت ورحت لتركيا، قعدت اشتغلت في تركيا سنة، بس الحكومة بتاعتها مثلا ما بتمسك حد بترحله لمصر. سابوك وداك سلطنه عمان عشان تشتغل هناك؟ لا، ودانا عشان اللي تحت السن ما ينفعش يروح تركيا بطيارة. اه، فلازم يبقى حد معاه. مع نفسي رحت لتركيا، اشتغلت فيها سنة، وبعد كده سبت تركيا وركبت جيت بوت لليونان، ومن اليونان كملت كلها غابات من اليونان لألبانيا، من ألبانيا للجبل الأسود اللي هو مونتينيجرو. طب وما اتحبستش في اليونان؟ ما مسكوكش هناك؟ عديت. انا كان سن صغير ما ينفعش بدخل كامب مغلق، فخدت الاستاذ ومشيت البانيا. طلع علينا مافيا في الغابه وضربونا وكده، وبعد كده ما لقوش معانا حاجه وسابونا ومشينا. كان كل دي في الشتاء وبننام في الغابه في التلج قعدتوا قد ايه؟ 3 شهور. 3 شهور في الشارع ولا محبوسين في كامب او لا، في حاجه؟ الغابات، بننام في الغابات. وجانا بقى من البانيا لمونتينيجرو، كل ما نطلع من البوسنه لكرواتيا بيضربهم ويرجعوا من غير الهدوم، بياخدوا كل حاجه والفلوس، وبيضربوا حريم ورجاله اطفال، كل حاجه بيضربوه. كل ما نتضرب بنرجع للبوسنه. بعد 6 محاولات عديتها، دخلت سلوفانيا، وبعد سلوفانيا ايطاليا، والحمد لله اخيرا وصلت. يعني واخيرا وصلت 3 شهور. طب وال3 شهور دولت ما فكرتش قلت بقى خلاص كفايه كده وكفايه بهدله ما رجعتش؟ ما قلتش ارجع؟ والله فعلا قلت كده، وكلمت ابويا قلت له انا هرجع خلاص وما عادش عايز اكمل. ابويا قال لي استحمل، انت راجل لغايه ما توصل، وعادي فتره وهتعدي وكده يعني، واستحملت لغايه ما جيت هنا والحمد لله.